السلام عليكم. اليوم غادي نعدل مع بعضياتنا هاد التحليه هذه اللي كتجي ما شاء الله روعه. كيف ما كتشوفوا شكلا ومذاقا كنتمنى من كل قلبي تعجبكم. يلا بقاو معايا ما تمشيو فين، يلا نعدلوها مع بعضياتنا وانا متاكده غتعجبكم. ونبداو بسم الله على بركه الله في المقادير ديال هاد التحليه. عندي هنايا 3 ديال البنانات، المهم هادو هي ستيتوين، انا عملت هنايا 3 ولا كانوا كبار عملوا 2. المهم هنا كنجيب اللي كان اما الخلاط اللي كنطحنوا فيه العصير او هذا، المهم اللي كان، المهم اي واحد يقضي الغرض. انا هنايا كنقول لكم المقادير وكنعدلوا مع بعضياتنا التحليه كيف ما كتشوفوا معايا. وغنضيفوا، وعندي هنايا الجوز اللي هو الكركع، المهم على حسب اللي بغيت، المهم القياس نتوما كتحكموا فيه على حسب اللي بغيتو. انا عملت هنا 5 الحبات حتى 6 الحبات ديال الكركع و2 معالق حتى 3 المعالق ديال اللوز. هادو نتوما القياس اللي حبيتو، بغيتو تكثروا او تقلوا. المهم انا عملت فتوته. هنايا عندي 7 ديال التمرات او 8 التمرات. المهم انا حلاوه ما غنعملش، غنكتفي بالحلاوه ديال التمر. وهنايا عندي انا كيكس، المهم اي كيكس نتوما كتبغيوه وكتفضلوه، هذا اختياري، لا حبيتو ضيفوه ما بغيتوش اكتفيوه بالمقادير الاولانيه اللي عطيتكم. المهم اي بسكو عندكم اي نوع. وهنايا عندي 3 ديال الشاشيات ديال الفلان ديال الكراميل، كنضيف الكل في داك الخلاط في هاد الهاشوار وغنطحنوا الكل مع بعضياتنا. وهنا هاد الكيكس هذا اللي ضفتو انا كيف ما قلت لكم اختياري، الا حبيتو كتضيفوا منه غير فتيوته ماشي يعني بزاف كيف ما شفتوا معايا. المهم هنايا غادي نعمل 1 معلقه ديال النشا ديال الدقيق ديال الذره، هذا اختياري انايا على حسب باش تشد راسها دغيا وما تاخذليش الوقت في النبيره بزاف. وعندي هنايا طرد الحليب كيف ما غتشوفوا معايا، وغنطحن الكل وغنزيد ديك معلقه ديال المايزينا على حسب باش نكمل معكم التصوير دغيا باش كتشبر نفسها. المهم انا عملت تما 1 معلقه كبيره ديال المايزينا. المهم الا حبيتوها ما حبيتوش اكتفيوا الله باللي وريتكم المقادير الاولانيين. المهم كيف ما قلت لكم هي باش ما تاخذليش الوقت بزاف في النبيره باش نكمل معكم دغيا التصوير. وهنا كطحنوهم وراه ما كيبقاوش داك، يعني كينطحنوا مزيان. ولا حبيتو نتوما تصفيوه صفيوه. الحليب عملت نص يطرو في الاولاني وطحنت، وليت ضفت نص يطرو الاخراني وغنطحن وغادي نضيفوها في واحد الكاسرونه. المهم هنايا في الاخر غادي نزيد واحد الكاس بحال اللي عملت يطرو ديال الحليب وزدت كاس مقياس الكيسان د العنبه ديال الحليب. المهم هذا يعني انا غير زيدته صافي. يمكن لكم نتوما تكتفيو باللي قلت لكم في الاولاني. هنا كنضيفوا يعني كاضافه انا كتعجبني. الا بغيتو نتوما ضيفوها، ما حبيتوش ما حتى شي داكشي علاش خليتها الاخر. واحد معلقه صغيره ديال القرفه كتعطي واحد المذاق مزيون في هاد التحليه، كتجي صراحه روعه. المهم كيف ما شفتوا انا اللوز عملته هيداك ما حمرته ني والو، فقط غسلته ونشفته. عاوتاني نفس الشيء القرقع هيداك خليت يعني عملتهم هيداك. المهم هنا من بعد يعني يمكن لكم نتوما الا بغيتو تسلقوه وتحمروه وتضيفوه في حق. المهم انا حبيت نعملهم هيدا، راني فايت عملت معكم تحليه باللوز محمر. المهم حتى تدخلوا للقناه وغادي تجبروا التحليه نفس التحليه في حق هي شنو عامله فيها اللوز محمر. غنعمل لكم الرابط الفيديو في صندوق الوصف. المهم هنا من بعد يعني ما عملتها فوق البوطه وحنا مستمرين بالتحرك حتى كيقصح الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا. ومن بعد كنضيفوها في هاد الكويسات هادو ديال التقديم كما شفتوا. عطاتني هنا 6 ديال الكويسات ما شاء الله، كتعطي كميه لا باس بها. ومن بعد كندخلها النبيره. خدات لي انا واحد نص ساعه كما قلت لكم مني عملت داك معلقه ديال المايزينا، ما خداتليش الوقت في النبيره بزاف. المهم هنا من بعد يعني ما عملتها في النبيره وبردت كنجبدها وكنعمل لها الزين. هنا كنجيب البنان كنقطعو طريفات الزيتون، وعاودت التمر حتى هو نفس الشيء، والكركع حتى هو نفس الشيء، واللوز كنعملو اللوز مهرمش من فوق منه. المهم التزيين كيبقى لكم نتوما، انا فقط عطيتكم اقتراحات وانتم كيف ما حبيتو تزينوها. المهم هنا من بعد يعني ما زينت بداك الزين كيف ما شفتوا التمر والكركاع واللوز محمر ومهرمش، كنضيف عليها الكراميل كنزينوها بالكراميل هيدا من فوق من داك الزين اللي عدلنا مع بعضياتنا. صراحه كتعطي واحد المذاق مزيون وكيعطي واحد الشكل فنيون. المهم صراحه هاد التحليه هذه انا متاكده الا جربتوها غتعجبكم البنات، حيت صراحه روعه. وكيف ما قلت لكم انا فايت شاركت معكم في القناه وفي حق بطريقه اخرى، ساعه دخلوا وتشوفوا الفيديو. وهاد التحليه هذه الا عدلتوها انا متاكده ما غتستغناوش يعني عليها، غتبقاو دائما تعدلوها. وكنتمنى تنوضوا وتجربوها. وهذا الكيكس اللي حنا عملنا مع بعضياتنا داك البسكوي يمكن لكم تستغناو عنه، يعني يمكن لكم تضيفوا لله الكركع واللوز والتمر ولا داك الشاشيه ديال الفلان ديال الكراميل واخرى ما حتاش تضيفوها. يعني داك البسكوي حتى ما حبيتوش البسكوي ما حتاش تضيفوه، حيت شنو كيعطي واحد المذاق مزيون، خصوصا الا كان شي بسكوي مزيون.
المهم هذاك فقط كاقتراح، الا حبيتوا تضيفوه ضيفوه، ما حبيتوش اكتفيو بالمقادير اللي هما التمر والقرقاع واللوز والحليب وشي اخرين صافي. المهم انا فقط عطيتكم اقتراحات، كنتمنى من الله يا ربي يعجبكم هذا الاقتراح اللي عطيتكم، وهذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، حيت صراحه روعه هاد التحليه هذه انا متاكده غتعجبكم. انا كنوريكم الشكل ديالها هيدا عن قرب، ما شاء الله شكلا ومذاقا، كنتمنى تجربوها. تقدروا تعملوها وجبه للفطور او للسحور، صراحه مزيونه بزاف وصحيه. اللي عدلت معكم صحيه، ما فيهاش يعني ما عملناش فيها شي حاجه شي مكون اخر، من غير حاجات اللي هما طبيعيين، صراحه روعه. تصلح لكم هيدا تسحروا بها او تفطروا بها في الاول، هيدا ما شاء الله روعه. انا كنوريكم وانتم كتشوفوا داك الشكل ديال الزين اللي عملنا لها، كتجي بحال الوريده، كتجي ما شاء الله متسوله ومزيونه وحليلوه ما شاء الله، كتجي اكثر من رائعه. ومع الاضافه اللي زدناها اللي هي عطات لها واحد الطعم مزيون، وعطات لها واحد المذاق كيحمق، اللي هي القرفه، هي ضيفوها البنات كتعطي واحد المذاق مزيون بزاف، وكتواتى مع التحليه هذه. ودابا نخليكم اخواتي، وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى من كل قلبي نكون خفيفه على قلوبكم، يكون هذا الفيديو هذا عجبكم ونال الاعجاب ديالكم، نكونوا عليها عرفتي وتفيدتكم فقط على حسب البنات المبتدئين. وهذا الشيء اللي كان اخواتي، نخليكم على خير، الى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.